وسدل الستار مساء الخميس على فعاليات بطولة كأس العرب 2025 التي احتضنتها الدوحة بتتويج المنتخب المغربي بطلاً بعد انتصاره المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 في النهائي الذي جرى على أرضية ملعب لوسيل. وتعد نسخة هذا العام استثنائية من حيث القيمة المالية للجوائز، حيث بلغ مجموع الجوائز 36 مليون و500 ألف دولار، متجاوزة بذلك بطولات إقليمية كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 23 مليون دولار، وكأس آسيا 2024 14 مليون و800 ألف دولار. المنتخب المغربي الفائز باللقب حصل على مكافأة مالية قدرها 7.155 مليون دولار، بينما نال منتخب الأردن صاحب المركز الثاني مبلغ 4.293 مليون دولار. وبسبب إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث نتيجة الأمطار، حصل كل من المنتخبين السعودي والإماراتي على مبلغ 2,866 ألف دولار. أما المنتخبات التي عبرت دور المجموعات فقد نالت 1,007,700 دولار لكل منها، بينما حصلت بقية المنتخبات المشاركة على 715 ألف دولار. أما على المستوى الفردي فقد أفادت مصادر إعلامية بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنوي منح مكافآت مالية للاعبين قد تصل إلى 200 ألف دولار لكل لاعب، تعبيراً عن تقديرها لمجهوداتهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التألق. المرجو منكم متابعة صفحتنا والاشتراك في القناة، واضغطوا على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. شكراً لكم.